الله وبركاته، واهلا بكم مشاهدينا في قناتنا المتواضعه بي ام سبورت. يمكن احنا نتكلم النهارده عن موضوع الكوره واداره الكوره من خلال حسام حسن مدير فني منتخب مصر. حسام حسن اختار القايمه واعلن عنها، ولكن القايمه دي بينقصها كثير. يعني في لاعبين في الزمالك، لاعبين في النادي الاهلي يستحقوا ان يكونوا متواجدين خلال تلك الفتره العصيبه اللي احنا بندخل فيها على معترك كاس الامم الافريقيه. اختلافنا اخذ مين وساب مين لا يفسد ضد قضيه، انما المؤسف الكلام اللي قاله الكابتن علاء صادق. انت راجل يعني بتفهم كوره، المفروض يعني ما تدخلش الحكام او الزمالك او اي نادي بعينه في موضوع المنتخب، لان ده شيء لا يليق بك ولا بمنتخب مصر ولا بالاعلام عامه. نشوف كابتن علاء صادق بيقول ايه. واخد 3 من خط وسط الزمالك، منهم 2 عمرهم ما يلعبوا مع بعض. واحد يلعب على التاني، يا محمد شحاته يا ناصر يا نبيل دونجا. انا واخد ال2، انما تجاهل للاسف. الزملكاويه المفروض يكرهوه ويزعلوا منه ويتطاولوا عليه، لانه تجاهل احسن 4 لاعبين في نادي الزمالك. تجاهل محمد عادل وميدو سلامه، تجاهل طارق مجدي وعمرو الشناوي. ازاي ال4 دول ما يروحوش منتخب مصر؟ ياخد 5 زمالك ويسيب ال4 الزملكاويه اللي احسن منهم. فين محمد عادل وميدو سلامه؟ فين عمرو الشناوي وطارق مجدي؟ كان لازم ال4 لاعبين دول هم اول ناس ينضموا لمنتخب مصر. الكابتن حسام اختار من ضمن اللاعبين محمد شحاته ودونجا، الاثنين مع بعض. ما اختارش على سبيل المثال من الاهلي اكرم توفيق. يعني اختيارات غير صحيحه، ولكن هي في النهايه وجهه نظر، واحنا مستنيين النتيجه يا كابتن حسام، وستبدي لك الايام ما كنت جاهله. يعني لا يستقيم الظل والعود اعوج، والكلام ده انا بقصد بيه اتحاد الكره طبعا، لان في انتماءات داخليه، في تشتت، في افكار متناقضه للغايه، في قرارات عبثيه، وعمرنا ما هنكون ند مش هنكون احسن ند للمنتخبات العربيه، سواء كنا في افريقيا او كانت المنتخبات العربيه في قاره اسيا. طول ما احنا بس بنبص على مصلحه الانديه قبل مصلحه المنتخب، وده ما يصحش، لان الاساس في نجاح المنتخب هو نجاح الانديه، لان الانديه دي هي اللي بنستقطب منها اللاعبين اللي هم ممكن يكونوا بيمثلوا مصر في المعتركات الرياضيه على مستوى القاره او على مستوى العالم. نعم، احنا ضمننا التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية في المقام في المغرب. الاحتياج لمباراة الراس الأخضر اللي انتهت اليوم بالتعادل، أو للمباراة القادمة مع بوتسوانا يوم الثلاثاء القادم. مبروك لمصر التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، واللي أمامنا دي أهداف في المباراة، هدف اللي انتهى بالتعادل. التعادل ده يعني نقدر نقول ان هو انذار، لازم نشوف اخطائنا ونصلحها، ولكن هي ليست نهاية الطريق، مش دي النهاية. انت داخل لسه على مباريات صعبة وتصفيات كأس العالم واشياء اخرى كتيرة. احنا مش مستنيين، بس احنا شرف الوصول لكأس العالم، لان المغرب فتحت لك الطريق. يعني المغرب ادت لك فرصة. المقاعد المتواضعة اللي كنت واخدها اصبحت 9 مقاعد. يعني اي حد ممكن، السودان ممكن تصعد كاس عالم، الصومال مع اعتذار يعني كل هذه الانديه، بوتسوانا، جزر القمر، بنين ممكن تصعد كاس عالم، يعني مش حكايه. فانت دلوقتي كنا الاول يا رب نصعد كاس عالم، نتواجد في كاس العالم. تواجدنا في كاس العالم، ايه اللي حصل؟ 0 اليدين، نخرج 0 اليدين. الموضوع انك وصلت لكاس العالم
لازم تكمل في كاس العالم، لازم يكون لك تواجد. ادينا شفنا، احنا شفنا اللي عملته المغرب الشقيق، المغرب اللي عملته المغرب ادانا فرصة ان احنا نشترك ونشارك وغيرنا يشترك ويشارك، واتاحت الفرصة لكل الافارقة والعرب انهم يشاركوا في نهائيات كاس العالم. ليه انت ما تكونش زي المغرب؟ انت لست اقل كفاءة من المغرب ومن لاعبي المغرب. ليه يعني؟ ليه احنا بنستغل نفسينا؟ لا طبعا، لا طبعا. احنا معروف منتخب مصر من زمان فريق قوي، فريق بيكافح ويناضل للوصول الى البطولة. ليه احنا بنستنى الناس تشاور علينا وتقول دول الافارقه، دول الفراعنه، دول لا لا لا. احنا عايزين كلمة فراعنة تكون اسم على مسمى. عارفين يعني ايه الفراعنة؟ فراعنة. السلام عليكم. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة